يلا نعبي بنزين فل. زي ما انتم عارفين عيب الديار ما فيه عداد بنزين، بس هذه مشكلته. يعني لو كان في عداد بنزين كان كويس، بس بالعادة التانكي هذا اذا كنت مسرع يوصلك فوق 200 كيلو، يعني عادي ما عندك مشكلة. عبي فل يا باشا. طبعا انا شدة الشنطة هذه اول مرة اسويها، ان شاء الله باذن الله بعتمدها. العفش الزايد انا ترى ما احبه، مرة ما احبه. ترى على فكرة الدباب الديار اكسسوارات وبحر، ترى يجي له شنط جانبية، بس انا والله ما احبها صراحة، ما احب شكلها كذا، اشوف افضل واريح لي واخف. الدباب كل ما كان الدباب اخف كل ما كان يعطيك في الاماكن الوعرة زي ما تبغى. اذا كان الدباب ثقيل يتعبك. طيب احنا لو بنطلع طلعة خفيفة كذا في ضواحي المدينة، في وادي راح نمشي عليه، طبعا اغلبه ردمية ترابي، اول مرة راح اكتشفه. طبعا تقريبا مسافته اللي ابغى امشيها ما بتعدى اكثر من 50 كيلو، يعني المسافة اللي راح امشيها على نفس الوادي ده 50 كيلو. ان شاء الله باذن الله راح نستمتع، واخر الرحلة كذا نظبط لنا عشوة وبس. والله يعني هذه المقصد من الطلعة. وبالنسبة اللهم صل على محمد، قبل كده تكلمتم عن زاوية الكاميرا. التصوير الاخير القاعدة حقت الجوبرو انكسرت وكانت الزاوية نازلة تحت شوية، بس ان شاء الله عدلنا الموضوع ده، ان شاء الله تكون الزاوية كذا تمام. الان انا ثابت زي ما انتم شايفين، حتكون زاوية التصوير بالشكل ده. اللي حابين ارفعها شوي ارفعها ما عندي مشكلة، بس انا احب يكون الدركسون يبان شوية، ولا كذا انا ثابت، كذا ثابت شايفين كذا انا الان ثابت. نزل السيارة دي وبسم الله نزل السيارة، ايوه كذا ثابت دحين شايفين. ان شاء الله تكون الرؤية كويسة والزاوية كويسة ان شاء الله باذن الله. على العموم نبغى نستمتع الى الان الاجواء باردة، نبغى نستغلها، يعني خلاص الصيف على الابواب، فالاجواء الى الان كويسة، خاصة يعني بعد المغرب بالليل الاجواء باردة وبس. والله على العموم انا متجه الان الى الجهة منتزه البيضاء. زي ما انتم شايفين هذا السد، شايفين السد ده؟ خلاص انا كذا راح اكتفي بالاسفلت هذا، ما راح امشي عليه، راح انزل يسار الان تمام وامشي مع الوادي، وراح نتكلم عن الوادي بشكل اكبر ان شاء الله باذن الله. خلوكم معنا. خلاص بعد ما تشوف السد على يسارك تاخذ يسار، هذه اول لفة تجيك يسار. اللي حاب يعني يزور المكان ويشوفه تمام، اخر الخط هذا يجيك الوادي. الوادي يجي على يسارك بالشكل ذا شايفينه، هذا الوادي على يسارك. بس ابغى اشوف لي دخله كذا ونمشي معاه ان شاء الله باذن الله. خلاص كذا الله 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 تركنا مزفلت. يا ساتر يا ساتر ايش الحصاد اللي قبلنا. ايوه انا جيت الوادي ترى على فكرة، بس جيت طرف منه تمام. انا الان راح امسك الوادي من البداية وراح امشي معاه. ايوه هذا الوادي، شايفين الطريق كيف؟ يعني راح نمشي في الطريق اللي بالشكل ذا، ان شاء الله يكون مكمل معانا بالشكل ذا. على العموم راح نكتشفه سوا ان شاء الله باذن الله، حتى سمك فيه. توكلنا على الله. طبعا ينفع للدبابات الادفنشر. والله في طيور غريبة كمان، طيور مهاجرة. يا سلام يا المنظر والله رهيب. يا سلام يا الهدوء.
يلا تركنا المكان ولسه والله في البداية حنا في الطريق. لازم تمشي على مهلك يا حبيبي، والله الشمس قدامك صاقعة صح. والله لو كان الصبح افضل، الشمس تكون خلفي. يلا مو مشكلة. لسه حنا في بداية الطريق. يلا اخذنا كم لقطة درون والله خشينا يسار كذا، الشمس والله كانت بوجهنا. والله زي ما انا شايف في سيارات ما شاء الله تمشي عليه برضه. شايفين الخط تقريبا اي سيارة تجي، بس اهم شيء تكون مرتفعة شوي بس. اوه والله يا منظر قدامي يا سلام، جميل جميل. وهنا في مشكلة كبيرة واجهتنا يا الله، خسارة. شايفين كيف؟ بس نتصرف معاها ما عندكم مشكلة، نتصرف. هنا جاي سيل زي ما انتم شايفين. يلا نزلنا ونبغى نرجع ثاني مع طريقنا. خلونا نرجع. والله مو راضي يطلع، لو اني شديت عليه شوي احسن. هرطات نريح شوية ونجي هجوم عليه عشان نطلع الطلعة دي. والله طلعنا ما حبينا نغامر، نزلت على الدباب وعشقت وطلعت. والله صقر القبر ما تجيب. صيد الحية ما شاء الله عليك، صيد الحية ما شاء الله عليك. انواع واشكال من الطيور هنا ما شاء الله يصيدون سمك. ترى على فكرة في سمك، انواع واشكال من الطيور الغريبة شفتها، بعضها نعرفها وبعضها ما نعرفها. بس العجيب في الموضوع الصقر ذا اللي صايد له حية، ما ادري صايد له داب. والله متعة. يلا دق سبرنت. الخط صراحة ينفع تطلع له من الفجر، ما ينفع العصرية زي ما انتم شايفين. والله الوقت سرقني الى الان، ما قطعت يا راجل ولا حتى ربعه، ولا حتى ربعه الى الان. هذا الخط الجديد اللي يربط طريق تبوك فمنتزه البيضة. هذا من فين نشرد عنه دحين حنا؟ لا ما دام معاك الديار لا تخاف، روح بس تحصل لك طريق.
خلاص عدينا الكوبري ومسكنا نفس الوادي برضه. يلا نسمي هذه المرحلة الأولى. الآن خشينا المرحلة الثانية. إلى الآن الخط ممتاز صراحة، بس واجهني واحد النزلة ذيك اللي قاطعها السيل، قطعها وادي كذا، هذيك اللي واجهتني الآن. والله إلى الآن المسار ممتاز، وينفع برضو للدراجة الجبلي. تجيب دراجتك يا حبيبي من الفجر وتنطلق هنا تتمشى. هنا مصلحين كوبري عجيب عشان يعبرون عليه. والله تتهور لحالك هنا مشكلة، والله في بعض الحفر لازم تكون حريص. طبعا كل مرحلة تعديها في عبارة زي كذا تخششك جهة المزارع. برضه هنا مزارع ما شاء الله تبارك الله. استمتاع صراحة، خاصة بالدبابة الادفنشر. يا سلام سلم. يا جمال ذا الصوت، يذكرني بالطفولة. يا سلام. طبعا لحقت عليها باخرها. كانت عندنا مزرعة في الخشيبة، ابوي حاط 2 ماكينتين زي ذي، بس والله انها كانت خطيرة يا راجل. كنا نلعب حواليها طيري. خلاص نكتفي بالمسافة هذه. الآن راجعين على طريق تبوك قدام المركز. صراحة استمتعت في المكان، اكتشاف لي جميل، وإن شاء الله بإذن الله القادم أجمل. الآن بعد المركز بشوف لي مكان كذا نوقف فيه ونستريح ونستمتع وبس والله.